اخي باحساس تقدر تحس به، هو انت عارف الحوايج اللي الا درتيهم غتكون حياتك زوينه، ولكن في نفس الوقت غتحس براسك بحال مربوط وما قادرش ديرها. وعلاش صعيب علينا نديرو داكشي اللي خاصو يدار، وعلاش كنمشيو لداكشي اللي عارفينو غيدمر لينا حياتنا وما غيوصلناش لداكشي اللي بغينا. الدماغ ديالنا كيموت على شي حاجه سميتها الراحه، وكيبغي الامان وما كيبغيش المخاطره ولا التكرفيس. وهنا كتجي المشكله، فين ما كتبغي تبدا كتسنى الحماس وكتسنى الحافز، وفي الاخر ما كدير حتى حاجه وكتخلي دماغك يختار الراحه. ولكن الحقيقه اللي خاصك تعرف هي الانجاز ما كيجيش من الاحساس كيجي من الانجاز. الناس اللي دايرين انجازات كبيره ماشي حيت عندهم دافع قوه منك، ولكن حيتاش تعلموا يتحركوا وبلا ما يتسناو الاحساس ولا الحافز. اول حاجه نقول لك ديرها هي تحرك من بلاصتك. حاول تصغر داك الحاجه اللي باغي دير باش تولي ساهله. الا بغيتي تقرا ساعه قرا غير 5 دقائق. المهمه الصغيره كتخلي الدماغ يقبل التغيير بلا ما يشد معاك العكس. كيفاش الدماغ كيتعامل مع التغيير والمخاطر؟ الدماغ ديالنا عنده واحد النظام تحضيري طبيعي كيتسمى اميغدالا، اللي كيراقب اي حاجه جديده او غير مألوفه ويقدر يطلق واحد الشعور بالخوف. ملي كتكون مهمه كبيره ومعقده الدماغ كيشوفها كخطر محتمل، وهذا الشيء كيعطل اتخاذ القرار وكيخلق واحد المقاومه ديال التغيير. حبس التفاوض مع راسك. اخطر حاجه كديرها هي كتجلس وكتبقى تفكر واش نديرها ولا لا. احسن حاجه ديرها هي مني تفكر دير شي حاجه حسب من 1 حتى 5 ونوض ديرها مباشره. كل ما طولتي في التفكير دماغك كتعطيه واحد الفرصه باش يربحك. قسم اي مهمه كبيره الى مهمه صغيره. مثلا الا بغيتي تكتب شي ارتيكل نبدا تكتب غير جمله، من بعد ندوز الفقره، من بعد ندوز لصفحه. الدماغ ديالك كيتعاقب بالمتعه. كل مره كتنجز واحد الخطوه اللي صغيره، وبحال هكا كتولد واحد السلسله من الانجازات. دير واحد الهدف اللي يكون قوي قدامك. النجاح بلا سبب اللي يكون قوي كيكون ساهل باش تنسيه. سول راسك علاش بغيت ندير هذا الهدف. كل ما كان الهدف اللي درتيه قدامك قوي، كل ما غادي يكون واحد الضغط اللي داخلي اللي قوي باش تتحرك. دابا بغيت نشرح لكم اميغدالا ولا اللوزه الدماغيه بالعربيه. شنو كدير اللوزه الدماغيه؟ الخوف هو العاطفه الرئيسيه اللي معروف ان اللوزه كتسيطر عليها. هذا هو السبب علاش اللوزه الدماغيه مهمه بزاف باش تبقى حي. كتعالج اي حاجه شفتيها ولا سمعتيها، وكتحلل وكتعرف فين كاين الخطر. الا حسيت بالخطر اللوزه الدماغيه غتخليك تحس بواحد الخوف ولا شي احاسيس اللي كتكون متشابهه. المهم حاولت نعطيكم غير شويه ديال المعلومات على اللوزه الدماغيه، اما هي راه واحد الموضوع اللي كبير وخاصني ندير فيديو خاص بها حينتاج بزاف ما يتقال عليها.